الضربة دي سرعتها كفيلة تكسر جدار الصوت في ثانية. قتال بيكسر كل قوانين الفيزياء والمدينة بتتدمر فوق دماغ أصحابها. بس يا ترى إزاي بطل الأرض الأقوى وصل للمرحلة المرعبة دي من الغضب؟ النهاردة هنشوف في الرواية السوداوية والمميزة لقصة سوبرمان في فيلم مان اوف ستيل. الحكاية بتبدأ من كوكب كريبتون. العالم جور إيل بيحاول يقنع المجلس إن استنزاف الكوكب هيوديهم في داهية، بس فجأة بيحصل انقلاب عسكري بقيادة الجنرال زود. اللي زيه هو كمان من غباء الحكام بس طريقته الديكتاتورية. جور إيل بيرفض ينضم لزود وبيطير بسرعة علشان يسرق الكودكس الجيني اللي فيه شفرة نسل الكوكب كله، علشان يلحق يحقنه في جسم ابنه الرضيع اللي لسه مولود طبيعي، وبيحطه في كبسولة موجهة للأرض علشان شمسها هتخليه بقوة أقوى رجال البشر. زود بيعرف وبيتجنن، وبيضطر طبعا إن هو يقتل جور إل أبو سوبرمان في نفس اللحظة اللي غادر فيها الكوكب. بعد كده بيحكم المجلس بنفي زود ورجالته في بعد المنطقة الشبحية، وطبعا بوم، بعد شوية كوكب كريبتون بيتحول لرماد لأنه بينفجر بسبب غرور أهله. بيطير الطفل لوحده وبنروح للأرض. الطفل كبر وبقى اسمه كلارك وشغال على مركب صيد، وبيضطر يخبي قوته لغاية ما حصلت حادثة حريق فاضطر يتدخل وينقذ العمال. يعني لورا شوية طفولة كلارك كانت كابوس. تخيل تبقى طفل مش عارف تتحكم في أشعة إكس وسامع دقات قلب الكوكب كله في دماغك. بس أم مارسا كانت سند ليه، وفي يوم من الأيام أتوبيس المدرسة وهو ماشي اتقلب من على الجسر، فاضطر كلارك يتصرف بغريزته ويزق الأتوبيس لبر الأمان وينقذ كل الأطفال حتى اللي كانوا بيبلطجوا عليه. فالأمهات بدأت تتساءل الولد ده عمل كده إزاي، وهنا أبوه الأرضي جوناثان بيفهمه إن الناس لسه مش عارفة ولا مستعدة للحقيقة، ولو عرفوا إن هو فضائي هيخافوا منه ولازم يحمي أسرته. كلارك بيكبر وبيشتغل في بار وبيسمع كلام عن اكتشاف عسكري غريب في القطب الشمالي، وطبعا لازم يروح يشوفه بنفسه، فاضطر يسيب البار. وكانت هناك صحفية ذكية اسمها لويس لين رايحة تتحقق في حاجة مدفونة تحت الجليد بقالها أكتر من 20 سنة. كلارك بيتسلل وبيروح بالليل علشان يفتح السفينة الفضائية القديمة باستخدام المفتاح اللي سابهوله أبوه. بس لويس لين بتدخل وراه علشان تعرف وعايزة تعرف هو بيعمل إيه، بس الآلة الزمنية بتهاجمها. بس كلارك بيضطر يروح هناك ويلحقها وينقذها بكوي الجرح بالليزر اللي بيطلع من عينه، ويطير بالسفينة بعيد. جوه السفينة اللي دخلها كلارك ما كانتش من على الأرض، بيظهر فيها ذكاء اصطناعي لطيف وهو أبوه الحقيقي بيشرح له تاريخ كريبتون وإزاي النسل بقى صناعي، وبيسلمه لبسه الأسطوري، وبيرد عليه إن الشعار حرف الإس اللي موجود على صدر البدلة ده معناه الأمل على كوكبنا. وابتدى كلارك يجرب قوته لأول مرة على كوكب الأرض. في نفس الوقت اللي كان سوبرمان بيكتشف قوته، لويس لين الصحفية بترفض تسكت وبتتبع آثار كلارك في كل مكان، وابتدي تسأل لو أي حد يعرف عنوانه أو مكانه. وراحت كل الأماكن اللي زارها كلارك لحد ما وصلت المزرعة وقابلت مامة كلارك وكلارك. وكلارك حكى لها إن أبوه الأرضي ضحى بنفسه ومات في إعصار قدام عينيه وما قدرش ينقذه علشان يكون قادر يحمي أسرته. فلويس بتبتدي تفهم الرسالة وبتقرر تقفل التحقيق احتراما ليه ولأسرته. وبعد فترة بتبتدي الدنيا تتغير، وفجأة الدنيا بتتقلب والتلفزيون والشاشات في العالم كله بتشوش، وبيظهر صوت مرعب بيقول أنتوا لستم وحدكم. وده صوت الجنرال زود. وصل الأرض. زود تحرر بعد انفجار الكوكب وفضل يلف الكون كله يدور على كلارك اللي هو سوبرمان والكودكس الجيني اللي موجود في جسمه، وبيدي للأرض مهلة: سلموني الفضائي ده في خلال 24 ساعة يا إما هتشوفوا الوش التاني.
طبعا بعدها الدنيا بتتقلب والكل بيدور على مقال الصحفية لويس لين القديم. هنا كلارك بياخد قرار شجاع جدا، بيلبس البدلة الزرقاء بتاعته والعباية الحمراء لأول مرة، وبيروح يسلم نفسه للجيش الأمريكي عشان يثبت إن هو مش عدو ليهم، وإنه مستعد يسلم نفسه للجنرال زود علشان يحمي الأرض. نائبة زود فيورا بتاخد كلارك ولويس على السفينة الفضائية، طبعا علشان دي سفينة كلارك الأصلية. كلارك تعب من أجواء السفينة والجو بتاعها. بعد كده الجنرال زود بياخده لعالم موازي علشان يبتدي يتحقق من الشفرة اللي موجودة في جسم كلارك. وهنا الجنرال زود بيقرر يدخل دماغه ويكتشف إن الشفرة الجينية محقونة جوه دم كلارك نفسه، فبتضطر لويس تشغل الفلاشة جوه السفينة، وبيظهر طيف جور إل والد كلارك علشان يساعدهم في الهروب ويعدل أجواء السفينة لكلارك عشان يقدر يسترد قوته زي الأول. الجنرال زود ورجالته بينزلوا الأرض علشان يفتشوا في بيت كلارك ويبهدلوا مامته. وهنا سوبرمان بيجي بسرعة 200 ميل في الساعة ويفجر وش الجنرال زود ببوكسات محترمة ويكسر خوذته. فبيبتدي الجنرال زود يجيله ذهول من حواسه الخارقة اللي مش متعود عليها، وبيضطر يهرب لأنه مش قادر يتعامل مع هذه الحواس. فيورا والعملاق بيفضلوا علشان يضربوا سوبرمان، وبتقلب خناقة شوارع وطحن في الجو وفي الأرض وفي المحلات اللي انتوا شفتوها في أول الفيديو. المدينة كلها بتتدمر. الجيش بغباء بيفضل يضرب كله ومش مميز مين العدو ومين الطيب، وسوبرمان بينقذ العقيد هاري من الموت، والفضائيين بيهربوا وبياخدوا بعض وبيمشوا. هنا الجيش عرف إن سوبرمان مش هو العدو، وبعد كده بيجي الجنرال زود بيضطر يعمل خطة بديلة، وإن هو يطلق آلة تغيير المناخ والجاذبية على الأرض، جزء منها في نيويورك وجزء منها في المحيط الهندي، عشان يحول الأرض لكريبتون جديد ويموت البشر كلهم. سوبرمان بيطير لآخر العالم عند المحيط وبكامل قوته، وتحت ضغط الجاذبية المرعب بيفجر الآلة ويوقف الدمار في نفس الوقت. الجيش مع لويس لين راكبين طيارة ومعاهم كبسولة كلارك القديمة لو تفتكروها، عشان يخبطوا محركها الفضائي في سفينة الجنرال زود ويعملوا ثقب أسود يبلعهم تاني. الجنرال زود بيطير بطيارته عشان يوقفهم، بس سوبرمان بيتدخل فيه ويدمر الطيارة دي، والعقيد هاردي في آخر ثانية بيقرر يخبط الطيارة في السفينة، وهوب الثقب الأسود بيتفتح. وأول ما الثقب الأسود ده بيتفتح، كل الرجالة بتوع الجنرال زول وسوبرمان بيلحق لويس قبل ما تقع على الأرض من السما في آخر لحظة. هنا الجنرال زورد بيفضل لوحده في وسط حطام حلمه، بيبص لكلارك وبقهرة بيقول له أنت حرمتني من ناسي، أنا هحرمك كمان من ناسك. وبتبدأ المعركة النهائية الأشرس في التاريخ. اتنين بيطحنوا بعض في وسط مدينة متروبوليس، بوكسات بتخترق الأبراج، طيران لآخر الغلاف الجوي، والمدينة بقت على الأرض. المعركة بتنتهي جوه محطة قطر، والجنرال زود بيثبت ليزر عينه ببطء على عيلة بريئة عشان يحرقهم، بس سوبرمان ما يقدرش يسكت على حاجة زي كده، فقرر ياخد القرار الأصعب، إنه يكسر رقبة الجنرال زود. كده اضطر يقتل آخر واحد من جنسه ويصرخ صرخة وجع تموت. وبعد كده سوبرمان بيقرر يحطم قمر صناعي كان الجيش بيحاول يراقبه بيه. والفيلم بيقفل على إن كلارك وهو بيستلم شغلانته الجديدة كصحفي بنضارة في شركة اسمها ديلي بلانت عشان يراقب الأحداث ويكون سوبرمان.